مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة مع الكابتن. من خلال الحلقة هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي الجديدة. ففي البداية وقبل ما نخش في حلقتنا والتفاصيل، ما تنساش انك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. خلونا نبتدي حلقتنا باللاعب اللي وقع بشكل رسمي على عقود انضمامه للنادي الأهلي، وهو اللاعب بن شرقي. المفاوضات كانت بدأت من شهر يناير اللي فات، وخاصة بعد ما تم الاتفاق على جميع بنود التعاقد، ولكن الخلاف الوحيد كان عن مقابل مادي، لأن إدارة الأهلي في وقتها كانت عارضة مليون ومئة ألف دولار في الموسم، ولكن اللاعب كان عنده طلبات مالية أعلى، فعشان كده إدارة الأهلي في وقتها تحفظت على الصفقة. ولكن من خلال الساعات الأخيرة شركة الكرة في النادي الأهلي بدأت إن هي تتدخل، وقدرت إن هي تحسم الصفقة لصالح النادي الأهلي بمقابل مليون وخمسمائة ألف دولار في الموسم للاعب، واللاعب وقع بشكل رسمي على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات. فشركة الكرة هنا مستعدة إن هي تدعم النادي الأهلي بلعيبة سوبر، قادرة إن هي تفيد النادي الأهلي من أول مباراة تلعب فيها. ده غير كمان إنها عندها الإمكانية إن هي تدفع مبالغ كبيرة في مقابل انتقال لعيبة مميزين للنادي الأهلي. ده غير كمان إن اللاعب أشرف بن شرقي هيقدر إن هو يفيد النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي افتقد اللاعب اللي بيربط مع علي معلول في الجبهة اليسرى، خاصة بعد رحيل رمضان صبحي وجونيور أجاييه. ده غير كمان ان اللاعب اللي قادر ان هو يربط مع علي معلول انا شايفه من وجهة نظري هو اللاعب اشرف بن شرقي، لانه بيقدر يقف على كورته وقادر ان هو يستنى لحد ما علي معلول يتقدم ويلعب له الكرة البينية، وقادر كمان ان هو يدخل داخل ال 18 ويسجل. والمنافسة ما بينه وما بين عبد القادر هتكون مميزة جدا، واللعيبة هتقدر ان هي تطلع كل امكانياتها، وفي الاول وفي الاخر ده لمصلحة الفريق. ده غير كمان ان احنا عندنا الامكانية ان احنا نشوفهم هما الاتنين في الملعب، لان موسيماني خلال الفترة الاخيرة بدأ ان هو يلعب بالتلاتة، سواء طاهر او الشحات او عبد القادر. فبالتالي اللاعب هيكون صفقة مميزة جدا لصالح النادي الاهلي. اللاعب سريع ومهاري وعنده القدرة على التسديد من خارج منطقة ال 18، وكمان بيقدر يلعب براسه بشكل مميز جدا. فبالتالي اللاعب عنده عنصر التهديف عالي جدا، بكلتا القدمين وبدماغه بيسجل، فعشان كده هو مكسب كبير جدا لصالح النادي الاهلي. ودلوقتي خلينا نروح لمهاجم النادي الأهلي الجديد، ولكن في البداية ما تنساش إنك تعمل لايك للفيديو، لأن ده اللي بيحفزنا إن احنا نكمل. فشكرا مقدما لحضراتكم، ويلا بينا نكمل حلقتنا. موسيماني مش حابب يبدأ الموسم الجديد مع الأهلي غير لما يضم مهاجم بيتر شارولايل، لاعب نادي سان داونز، لأن اللاعب أرقامه مرعبة، وفي نفس الوقت هو مهاجم هداف من العيار الثقيل. من خلال 80 مباراة لعبهم مع نادي سان داونز قدر إن هو يسجل 50 هدف ويصنع 14، يعني من خلال 80 مشاركة لعبهم قدر إن هو يساهم ب 64 هدف، وده معدل فوق الممتاز. ودي النقطة اللي حرفيا بتنقذ خط هجوم النادي الأهلي في الوقت الحالي، بالرغم من ان لاعبي النادي الاهلي بتقدر ان هي تصنع وتخلق فرص كتيره للتسجيل، ولكن مش لاقيه المهاجم اللي قادر ان هو يترجمها لاهداف. فبالتالي المهاجم بيتر قادر ان هو يستغل الفرص دي ويترجمها لاهداف حقيقيه، فبالتالي هيكون مكسب كبير جدا للنادي الاهلي في الموسم اللي جاي. فعشان كده اداره النادي الاهلي بدات ان هي تتحرك، وبالفعل فتحت خط مفاوضات مع نادي سان داونز عشان تضم اللاعب، وقيمه اللاعب التسويقيه مليون وستمائة الف يورو. فبالتالي إدارة النادي الأهلي قادرة إن هي تخلصه ب2 مليون دولار أو 2.5 مليون دولار، وهيكون بدعم كمان من شركة الكورة. فدي حاجة هتكون مميزة جدا، وخاصة كمان بعد ما موسيماني تواصل مع اللاعب وحصل على رغبته. فبالتالي الصفقة النادي الأهلي قادر إن هو يخلصها، وفي نفس الوقت هتقدر إن هي تفيد النادي الأهلي في الموسم الجديد، لأنه مهاجم هداف من العيار الثقيل والنادي الأهلي محتاجه. ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات عن المهاجم بيتر شارولايل، وهل عايز ان المهاجم ينتقل للنادي الاهلي ولا يتم التدعيم بمهاجم اخر. وفي نفس الوقت اكتب لنا رأيك عن بن شرقي، وهل شايف ان بن شرقي هيكون مكسب للنادي الاهلي ولا لا. فانتظرونا من خلال الحلقات اللي جاية، لاننا عندنا اسرار واخبار مهمة جدا. فبالتالي ما تنساش انك تشترك في القناة وانك تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بلايك للفيديو. وبكده تكون انتهت حلقتنا، ولكن ما انتهتش اخبارنا. الى اللقاء.